حكايتنا بتحكي عن واحدة اسمها شو إينين، عمرها 24 سنة وعاطلة عن العمل. بتيجي الست اللي هي مأجرة منها البيت وبتقول لها انها تزود الإيجار. بترد عليها بطلتنا وبتقول لها أختي جين، أليس زيادة الإيجار لديك كثيرة بعض الشيء؟ وبتقول لها ليه يصبح الإيجار في النصف الثاني من العام أكتر ب5000 يوان من النصف الأول. بترد عليها وبتقول لها ما الذي يحدث؟ إن لم تتقبلي الأمر فارحلي، يتنافس الكثيرون على استئجار منزلي. وبتكون تفكير الست صاحبة البيت إن ينتهي عقد إيجار منزلها اليوم، إن لم تقبل بزيادة السعر ستصبح بلا مأوى اليوم، أكيد هتدفع يعني. وبتقول لها ادفعي المال فحسب. وبتكون في نفس الوقت بتفكر بطلتنا صاحبة البيت بتحاول ذبحي، ومع ذلك طالما انني ذكيه بما فيه الكفايه ما ينفعش ان حد يخدعني. وبتقول لها تمام انا مش هستأجره، على اساس يعني انها ترجع في كلامها وتسيبها تأجره. وفي نفس الوقت بتفكر بطلتنا ان مفيش عندها اي مدخرات وقد تم تسريحها من العمل، عشان كده ما تفكرش الست انها تاخد اي حاجه منها. بتقول لها مش ممكن، انت هتروحي بالسهوله دي؟ بتقول لها ايوه. وبتاخد هدومها فعلا وبتمشي، والست ما بتمسكش فيها وبتقول لماذا تستأجر منزل إن لم يكن لديك مال؟ هل تعتقد حقا أن الجمال سيجذب الانتباه؟ وبتقول لها أنا مش فتاة في ال18 من عمري لأغرى بك. وبتقول لها خدي أمتعتك وامشي. في الوقت ده بتلاقي حاجة بتحصل في البيت المجاور، وبتقول ايه؟ بتبص بتلاقي واحد وسيم جدا، بيكون يا جماعة اسمه لين، عمره 20 سنة. لكن بطلتنا ما بتكونش عارفة. بتسأله إذا كان هو كمان غير قادر على دفع الإيجار لأن المالك قام بزيادة الإيجار مؤقتا. بيقول لها لأ. بتقول له اوه، وبتفكر بتقول لا بيعني ان هو فقير حقا، بل ممكن هو يكون افقر مني، لديه وجه كوجه سيد شاب لكن حياته مش كده هو كمان. وبتقول له اذا هل تخطط لاستخدام الجمال؟ بيقول لها لا، انا قلت ان انا هدفع الايجار خلال شهر. بتقول له ان ده مش جيد زي فخ الجمال. يعني في الاخر هو كمان اتطرد لما قال ان هو هيدفع خلال شهر وبيسيبها وبيمشي. بتقوله استناني انا كمان هنزل الطابق السفلي، خلينا ننزل سوا. بيكون كل واحد منهم اخد شنطته وماشي. بيبص عليهم حد كده وبيقول وجدت كنز. وبيقول يتمتع الشخصان دول بمزاجات رائعة ويبدوان مثل ابن وابنة عائلة ثرية. بيقرب منهم وبيسألهم إذا كانوا مهتمين في المشاركة في البرامج المتنوعة، عرض يمكن أن هو يجعلك مشهور بين عشية وضحاها. الاتنين قالوا له لأ. بيكمل وبيقول لهم هناك أيضا فرصة للفوز بملايين الدولارات نقدا. بتفكر هنا بطلتنا بتقول ملايين الدولارات، وبتمسك بطلنا وبتقول له استنى. بيقول لها ايه علاقة ده بيا؟ بتقول له هو قال احنا ممكن نكسب. بيقول لها انت بتصدقي كلامه؟ ممكن هو يكون كذاب. بتقول له ايه اللي انت بتخاف منه؟ مفيش حاجة ممكن احنا نخسرها، احنا مجرد مساكين. وبتقول له قد لا تكون كل الاشياء التي نملكها بنفس قيمة الساعة اللي على معصم، وعشان كده لو تجرأ على خدعنا هناخد الساعة بتاعته ونهرب. بيقول لها هنا بطلنا انت بتخافيش ان هو يخدعك وياخدك لمكان مخيف حيث لن تتمكني الهروب؟ بتترخم عليه وبتقوله انت بتفكر فيا ولا ايه؟ بيقول لها لا، اكيد مش ده الهدف. بتقول له عندنا اتصال عميق على الرغم اننا ما نعرفش بعضنا البعض الا من اقل من 10 دقايق، ولكن في الوقت نفسه ما فيش عندنا مكان احنا نعيش فيه واحنا فقراء جدا، والان تلقينا ضرب بملايين الدولارات. اعتقد اننا نستطيع الوصول للقمة معا. بيقول لها الراجل بعد ان توقع العقد سوف اخذك للعيش في فيلا كبيرة وتناول طعام لذيذ والفوز بملايين النقود. وبيسألهم اذا كانوا عاوزين الانضمام ولا لا. بطلتنا بتقول له ايوه بالتأكيد وبتسلم عليه. اسأل هنا بطل عن اي عرض هو بيتكلم وايه اللي هما هيعملوه. بيقول له عرض متنوع اسمه من هو الملياردير الحقيقي. بتقول بطلتنا المليارديرون الحقيقيون على اي حال انا مش الشخص ده، والشخص ده كمان مش كده. وبتقول الاسم ده ملهوش علاقة بينا، يبدو ان المليون هيروح علينا. بيقول لهم ما بيهمش الكلام ده طالما يمكنك التظاهر بانك غني كل حاجة محلولة. وبيقول لها هيكون فريق البرنامج بدعوة 4 مجموعات من الضيوف، ومجموعة واحدة بس هي الغنية فعلا. في نهاية العرض هيتطلب من الجمهور تخمين الرجل الغني. إذا نجحت في التنكر ممكن انتي تفوزي بجائزة قدرها $1,000,000. بتبص هنا بطلتنا وبتقول فقط اذهب وتظاهر بأنك الملك يعني. بيقول لها يمكنك أن تقولي ذلك، وسوف يقدم فريق البرنامج لكل مجموعة من الأشخاص الأثرياء الزائفين 100,000 يوان كدعم مالي. بتفكر بطلتنا وبتقول حتى لو فشلنا فإن هذه 100,000 يوان هي رسوم عمل لمدة 5 أيام. وبتقول له أعتقد أننا نستطيع توفير بعض المال من المبلغ ده، حتى لو فشلنا لا يزال بإمكاننا توفير 100,000 يوان وهو صفقة جيدة. وبتكون موافقة جدا. بيقول لهم الراجل أنا تشانغي كاي مساعد مخرج البرنامج ده، أرحب بانضمامكم لينا، وبيديهم العقد عشان يمضوا.
وبتبص هنا البطلنا وبتقول له اسمك لين جين، انه اسم جميل جدا. بيتساءل الراجل وبيقول انتوا ما بتعرفوش بعضكم البعض، انا فكرت ان انتوا متجوزين. بتقول متجوزين؟ لا مش ممكن، لابد ان يكون الامر ممل جدا بالنسبة للراجل جاد زيه ان هو يقع في حب يعني. بعطيهم بطاقة الراجل بيقول لهم دول 100,000 اللي بيقدمها البرنامج وكلمة المرور هي كذا، وبيديهم رقم. بيكونوا قاعدين مع بعض وبتقوله لا يزال هناك 3 أيام حتى بدء العرض، ممكن احنا نستعد في الوقت ده. بتكون بتفكر بطلتنا وبتقول ان هو بيتمتع بهالة نبيلة ومهبة الى حد ما. هو بتسأله ازاي هنتصرف في البطاقة اللي اخدناها دي، وبتقوله تقسيم الغنائم على الفور ام ماذا. بيقول لها انا هترك الامر ليكي اولا ثم اتحدث عنه بعد العرض. بتقوله اذا نجحنا في الحصول على 1,000,000 فسيحصل كل شخص على 500,000، اذا لم ينجح الامر يمكن لكل منا الحصول على 50,000 من اصل 100,000. ده مناسب مش كده؟ بيقولها تمام. وبيجي يوم العرض، بيجي 2 بيقولوا مرحبا بالجميع، انا ييلان وهذا صديقي شاوي. حد تاني بيقول لهم إذا أنتم ثنائي فلا عجب أنني ظننت أنكم ثنائي مثالي من بعيد. بيكون الناس بتقول ده زوج لطيف جدا، أليس هذا متكلفا بعض الشيء؟ لا أعتقد أن هذين الشخصين يبدون أثرياء، حتى لو كنت تملك سيارة رولز فما زلت لا تعتبر غنيا. وبيقولوا السيارة دي بشعارها سعرها يزيد عن 100,000 يوان، مدخراتي لا لشراء شعار واحد. ده بيكون كلام الناس يعني عنهم، بيحللوهم يعني هل هم فعلا أغنياء ولا لأ. وبيجي ثنائي تاني فوان وفيو. الناس بتكون بتقول هذان الأخ والأخت كلاهما حسن المظهر، لكن الأخ لديه ذوق فريد من نوعه. حد تاني بيقول فوان تبدو كفتاة صغيرة، هذا النوع من الغطرسة الفطرية لا يضاهى. حد تالت بيقول أيوة، على الرغم من أن ملابس ييلان كانت أكثر نبلا من ملابس فوان إلا أنها كانت لا تزال تافهة بعض الشيء. وحد رابع بيقول حقيبة فوان هي إصدار محدود من العلامة التجارية دي ويبلغ سعرها 6 أرقام. في الوقت ده بيكون جاي مروحية وبيقول مع انه برنامج يظهر الثروة الى انه مبالغ فيه. بيكون 2 تانيين جايين، تشين جين وتشين شاوي، وبيرحبوا بالجميع وبيقولوا لهم كان في ازدحام مروري خلال ساعة الذروة الصباحية ولا تزال أختي تواجه صعوبة في الاستيقاظ. بيكون تعليقات الناس كالعادة، حد بيقول أنا أشعر بحسد شديد من أولئك الذين يستطيعون قيادة الطائرات المروحية لتجنب ساعة الذروة الصباحية. لماذا يبدو أن هذين الشقيقين يحملان بعض المودة لكن ليس كثيرا؟ مش متأكد، لننتظر ونرى. وحد تالت بيقول سيارات ولانجيني وطائرات الهليكوبتر كلها هنا، وأنا أتطلع حقا للمجموعة الأخيرة. وحد كمان بيقول إذا لم تصل المجموعة الأخيرة بالصاروخ فسوف أنظر إليهم من الأعلى. وبيقول أجلس وانتظر مزيج الصواريخ. بيكون يا جماعة هنا المفاجأة، بطلنا وبطلتنا بيجوا على عجلة، وبتسألوا هنا بطلتنا هل من المقبول حقا أن نأتي إلى هنا بالدراجة بهذه الطريقة، وبتكون كانت هتقع وبتمسك فيه. وبيقول لها عندما تخرج يتم تحديد هويتك من قلبك بغض النظر عما تركبه. وبيقول لها طالما أنك تعتقدي أنك غنية فأنت كذلك. بتقوله تمام انت على حق. وبالفعل بيوصلوا. الناس بيقولوا لابد انهم يمرون، اليس كذلك؟ مش معقول ان هم يكونوا مجموعة من الضيوف الاخرى. وحد تاني بيقول اعتقد ذلك، قد يكون احد الموظفين لكن بالتأكيد ما ينفعش ان هم يكونوا الضيوف اللي جايين. بيقولوا مرحبا بالجميع. وبيكون مساعد المخرج بيفكر وبيقول يتظاهر الآخرون بالثراء من خلال قيادة السيارات الفاخرة والطائرات، لكن انت بتركب بس دراجة مشتركة. فعلا هو ده اللي انتوا بتعملوه؟ بتفكر هنا بطلتنا وبتقول البطل هادي جدا مثل رجل غني حقيقي، تمثيله جيد جدا. وبتكون مبهورة وبتقول رائع، أشعر إننا يمكننا أن نكون ثنائي جيد جدا. بيقرب منهم هنا مساعد المخرج وبيسألهم إزاي جت لكم الفكرة دي للمشاركة في العرض، وإزاي تجرؤوا على مقارنة ثروتك بالدراجة بالسيارات الفاخرة والطائرات. لكن هما هنا بيبرروا للناس. بتقول بطلتنا مللت من الجلوس هناك، في بعض الأحيان أرغب أيضا في حماية البيئة وتقليل الكربون. وبص البطلنا اللي بيقول أيوة عملنا كل ده من أجل البيئة. فبيتبسط من كلامهم وبيقول فريق ممتاز، وحسيت ان كلامهم حقيقي. والناس بيقولوا هل هذا النموذج الذي ينبغي ان يتحلى به الاغنياء؟ حقا اعتقد انهم اغنياء بالفعل. حد كمان بيقول موافق، في الواقع الاغنياء الحقيقيين متواضعين جدا. وحد تاني كمان بيقول كلاهما لا يملكان اي رغبات دنيوية فيما يتعلق بالطائرات المروحية والسيارات الفاخرة، اكيد هم شافوا العالم عشان كده بقوا زاهدين. وفي حد بيقول علاوة على ده
لا يظهرون أي حرج أو ذعر عند ركوب الدراجات للمشاركة في العرض. أقوالهم وأفعالهم هادئة وعفوية، عشان كده أكيد هما مليارديرات حقيقيين. بتفكر بطلتنا وبتقول لين جين ناجح جدا في التظاهر بأنه غني، أنا هستمر في العمل الجاد. وبيدخلوا وبيكونوا قاعدين كده في مكان مع باقي الأثرياء يعني، وبتيجي واحدة وبتقول لقد أتيتم إلى هنا راكبين دراجة، فالعجب إنكم بطاء جدا. وبتقول لهم في المرة القادمة فقط اتصلوا بي مباشرة، وهطلب من أخ ياتي ليقلكم بالسيارة اللامبورجيني بتاعتنا. بتقول لها هنا بطلتنا هل ترغبي في إن تكوني السواقة بتاعتي، انت متأكدة من ده؟ لكن بتكمل وبتقول لها ما بحبش السيارات الرياضية، بل افضل سيارة اكتر راحة، عشان كده في المرة الجاية لو كنت عاوزة ان انت تيجي تاخديني تذكري ان تقومي بتغيير السيارة. اراد فوان ان يسخر منهم لكنه سقط في النهاية. وفي حد بيقول فوان لسوء الحظ لم تتظاهر جيدا ابدا بانهم اغنياء. وبتتعصب شوان وبتقول لها ازاي ممكن انت تكوني وقحة للدرجة دي، وبتفكر ان هي كانت عاوزة تمزح معاهم وتتباهى بسيارتها. من كان يظن ان هم هيكونوا انتقائيين للغاية في اختيار وسيلة حضورهم لهنا. وبتقول لها بس قومي بركوم الدراجة، انت بتتظاهري مش اكتر. بطلنا هنا بيقول انا ايضا ما بحبش السيارات اللامبورجيني المستعملة، عشان كده ما تجوش ولا تاخدونا. بتصدم هنا الاتنين التانيين. بتقول بطلتنا هنا من خلال تعبير وجوههم هل فهم لين فعلا ما يدعوه؟ ما الأمر سيارة فوان لامبورجيني مستعملة؟ وبتقول تم تأكيد بالشكل ده ثراء فوان الزائف. وبتتساءل ازاي عرف الصبي الوسيم ده، هو مجرد تخمين ولا ايه؟ وبتقول من النظرة الأولى يمكنه الجزم بأن سيارة لامبورجيني مستعملة ده أكيد خبير حقيقي. وبتقرب منه وبتقوله انت ازاي عرفت ده؟ بيقول لها عرفت ده عشان العربية دي كانت بتاعتي اصلا. بتقول له يلا من هنا، مش من الجيد ليك ان انت تتظاهر امام وجه، احنا بنعمل ده قدام الناس بس. في حد بيقول بالمناسبة قال المخرج للتو ان احنا علينا ان احنا نهتم بفطورنا وغدائنا وعشائنا، ماذا تريدون على الغداء؟ حد من الزوجين التانيين بيقول يوجد مطعم ياباني في شارع كومي وهو مش سيء، ولكن عليك ان انت تحجز حجز مسبق، ولكني أحد الشخصيات المهمة عندهم، عشان كده أستطيع تخطي الخطوة دي. إذا كنت تريد أن تأكل يمكنني أن أدعوكم جميعا لتناول الغداء معا. بتيجي الأخت التانية وبتقول ما أجمل الطعام الياباني، لما لا تجرب الطعام الغربي بقى؟ أعرف مطعم غربي رائع من فئة ال5 نجوم يقدم لحوما طازجة وخدمة ممتازة، وبتقول إن هي هتدفع الفاتورة. وبيقول الراجل اللي معاها مفيش مشكلة في الطعام الغربي، أنا ما بحبش الطعام الياباني، عشان كده هنطلب طعام غربي أنا وأختي. الزوجين التالتين بيقولوا أعرف مطعم غربي فريد جدا لا يقبل سوى 5 طاولات في اليوم، أنا أعرف رئيس المطعم ده، فلماذا لا ندعو الجميع لتناول الطعام معا؟ بتقوله هنا اللي معاه لا ما تروحش. بترد واحدة تانية من الأزواج التانيين وبتقول ليه السيدة تشين مش عاوزة انها تدفع تمن ده ولا ايه؟ الزوج الأولاني اللي اقترح الطعام الياباني قال ان هو يستطيع ان هو يدفع عليهم كلهم. كل حد بيقعد يقول هحاسب انا، افضل حل عندي، وبيتسابقوا يعني. فجأة بتطلع واحدة وبتقول بالمناسبة لماذا لا تتحدث السيدة شو بطلتنا يعني؟ بتقول هنا بطلتنا اللعنة الموضوع يصطدم بيا مرة أخرى، مش عارفة أقول إيه وبتتوتر. بيفكر بطلنا وبيقول مثيرة للاهتمام إزاي هتحل ده، وبيقول لو أعطت إشارة أستطيع إن أنا أساعدها أكيد. يا ترى بطلتنا هتردي بإيه، ويا ترى هتتكشف ولا لا؟ ده اللي هنعرفه من خلال الفصل الجاي. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، وتسيبوا رأيكم في القصة في كومنت، قولوا لي حابينها اكمل فيها ولا افكس لها ونشوف غيرها. اللقاء في الفصل القادم او القصة الجاية.